السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. ان شاء الله هذا الفيديو لكم تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نتعلم مع بعض كيفيه تركيب الخيط. هذا ان شاء الله راح يكون اول درس في هذه القناه. كيفيه ومن بعد ان شاء الله راح نحط لكم كافه الدروس حول هذه الماكينه من الاعطال والتصليحات ان شاء الله لنهار اليوم. كيفيه تركيب الخيط في هذه الماكينه اللي هذه تعمل بثلاث انواع من الخيط، بثلاثه يعني نقولوا حنايا 3 فيل. هذه ماكينه تاع 3 فيل ان شاء الله. انا بطبيعه الحال انا نستعمل لها هذا الخيط هذا لانه اقتصادي ويتمشى معها ما شاء الله. ان شاء الله في الدروس المقبله راح نوريكم. انا راني الماكينه نتاعي مانيش مركبه فيها هنا الخيطان كما تشوفوا هنا، راني منحيتهم هنا دايرتهم مبعدتهم عليها. هذا كاين التجنب باش ما يلصقش خيط مع خيط هنايا، ما يلصقوش مع بعضهم، باش ما يلصقليش تاني في هذاك الحامل مرات يتلاقوا مع بعضهم ينقطع لي الخيط. هذا اللي بزاف راكم تتعرضوا له ان شاء الله في الدروس المقبله. راح نعطيكم افضل نوع خيط لماكينه الخياطه مع السعر، وان شاء الله كذلك نعطيكم افضل زيت لهذه الماكينه لان كما نعرفوا كاين شحال من نوع تاع الزيت. باش ما تضيع لكمش الزيت ثاني عنده سر في هذه الماكينه. انا الان راني نوعت لكم في انواع الخيط باش تفهموا معايا. كما نشوفوا حنا عندنا ثلاثه ديال الثقب، يعني كل جهه عندنا 3 تاع الجهات، كل عندنا 2 يجوا من تحت وخيط واحد يجي تابع للابره. هنايا اول حاجه راح نركبوا الخيطان تاعنا في المكان نتاعهم المخصص اللي قلت لكم انا راني بعثته على الماكينه. لازم يكون عندك هذا اللقاط، هذا راح يجي معاها. اول حاجه كل خيط راح نديروه في الاتجاه نتاعو كما دروك تشوفوا. كل وحده راه عندها الاتجاه نتاعها. عندنا هنايا 3 تاع تقابي، كل خيط دخلته في الجهه نتاع هذا الخيط الاول في الجهه الاولى، الخيط الثاني في الجهه الثانيه، والخيط الثالث في الجهه الثالثه. كل واحد دوك راح ندوه في الاتجاه نتاعه. شوفوا الان دوك الخيط هذا الاول عندنا الخيط هذا الاول عندنا هذه البياسه اللي غادي حنايا تجينا هنا في الماشينه. هذه شوفوا فيها 4 تاع تقابي. هذا الاول راح ندخلو منا من تحت، من هذه الجهه منا من تحت ونجبدو وندخلو منا باش نهبطو لتحت. دوك انا غادي ندخلو منا دخليه في الجهه المعاكسه، يعني من تحت يدخل ويخرج منا ويرجع يهود منا. شوفوا هنايا كيفاش دخلته من تحت وجبدته منا وهبطته. دروك واش راح ندير؟ راح نجيبو وراح ندخلو في هذا منا باش يهبط لي للكانيطه هنايا. هاولا باش يهبط لي لتحت هنا. دوك كي يهبط هنا نحل هذا الباب، راح ندورو هنايا على هذا الكانيطه لوطونسيون عفوا على هذا لوطونسيون ونخرجوه في هذا الثقبه. من بعد خلاص شوفوا كي خرجته من هذا الثقبه راح يجينا هنا هذا الكروشي. هذا الكروشي راح ندخلو فيه ومن بعد نطلعو لهنايا. دوك نوريكم. عندنا هنايا بالكروشي شو كي غادي انا ندير نقدر هكا كروشي ندخلو منا. خلاص راني دخلته في هادو 2 راح نهبط باش يخرج لي هذا منا من الوسط تاعو. نرجع نطلعو في هذا الكروشي هكا. من بعد نرجع نهبط الكروشي هذا تاع الابره. هذا شوفوا انا كيفاش ندير. انا دائما نقطع شويه من الخيط باش تجيني سهله. ندخلو منا في هذا العين، ها هي هذه العين. نجبد هكا الخيط ونرجع دروك للعين الثانيه. ونجبدو منها. من بعد انا هذا الخيط نمشي واش ندير؟ نمشي
نعقدو مع هذا الخيط، على خاطر علاش درت هذه العمليه. في الحق نسيت تمشي الخيط تدخليه من الخلف وتجبديه منا، انا باش تجيني سهله دائما ندخله منا ونرجع نحزمو مع هذا، نعملو عقده ونجبد الخيط تاعي عادي. هذا بالنسبه للخيط الاول. خلاص راه تمشى من دخل هنا، خرج دخل منا هنا، دخلته هنايا. هاك هنا في الوسط طلعتوا لي الكروشي هذا، من بعد نزل يهبط عند ومن بعد يطلع للابره. هاي هذه بالنسبه التركيب الصحيح لهذه الجهه. دروك بقات لنا الجهه تاع الابره، من بعد عادي هذا الخيط داخليه غير هكا، غادي الماشينه ترجع تجبد وحدها. خلاص هذه بالنسبه للجهه الاولى. خلاص دروك بالنسبه لجهه الابره، دروك الابره رانا درنا هذا اللون الازرق غير باش يبان معاكم. راح نهبطو، حرزوا دائما هنايا باش ما يكونش معقود. ها هو الخيط دوك راه في يدي. هنا تاني غادي ندخلو منا ونفوتوا على لو طونسيون. هذه لو طونسيون هذه خاصه بالخيط رقم 2، يعني الخيط الاوسط. كي تدخليه منا فوتيه على هذا كيما شفتوا. الخيط الاول خلاص ما دخلتوش فيه لو طونسيون، لان لو طونسيون تاعه هي هذه، اما الخيط الثاني لو طونسيون تاعه هذه، والخيط الثالث لو طونسيون تاعه ها هي. يعني الان دروك هذا الخيط غادي ندخلو من هذه الثقبه، يعني من تحت نجبدو للامام، ندورو على لو طونسيون، من بعد ندخلو في هذه الثقبه. راح انا نقوم بدير العمليه ودوك نشوفوا مع بعض. الان شوفوا معايا بالنسبه للخيط هذا رقم 2. شوفوا دخلته منا، جبدته ورجعت دورته هنايا. شوفوا لو طونسيون وين هنايا، هنايا هاي وين، هنا تدخلوا في وسطها، من بعد تجبدوه منا، دخل هنا، من بعد شوفوا دخل من الخلف في هذه من الخلف، من بعد هبط. هذه ماهيش لو طونسيون، هذه فقط حاجه هكا دايرينها تشد الخيط وخلاص. بالك تقول لي نزيرها ولا لا، هذه فقط تشد الخيط، من بعد يهبط للابره. شوفوا كي راني مركبه، دخلي من الامام وتخرجي من الخلف. هذه هي بالنسبه لتركيب الخيط الثاني. فقط ركزوا معايا في الخيط الثالث، لان الاغلبيه الخيط يتقطع لهم. هنا بالنسبه للخيط الثالث خلاص راه راكب هنا، نهبطوا. عندك هنا الباب هذه الثقبه تاع الباب، من تماك تدخلي الخيط وتخرجيه من الثقبه منا وتدخليه هنا. من هنا تطلعي هذه على لو طونسيون تاع هذه. دوك انا راني ندير هذه، من بعد عندنا هذا الانبوب تدخليه منا حتى يخرج منا. هنا نقطه مهمه ان شاء الله كملوا معايا دوك تشوفوا كيفاش ندير. شوفوا هنايا خلاص راني دخلته من الباب، بعد الباب كي جبدته دخلته من هذه الثقبه، دخل في لو طونسيون ثاني كيما هذيك الجهه كيما درنا. من بعد كي خرجته من لو طونسيون دخليه كاع في هذا الانبوب، تتني هكا على 2 باش يخرج لك بالخف. من بعد يبقى لنا المنطقه الاساسيه اللي بزاف تتسبب ليهم في قطع الخيط. شوفوا هنايا راه عندنا هذه البياسه تاع الماشينه، هذه تجبديها هاك، لازم الخيط يدخل لك لداخل هاك، دخليه لداخل. كروشي يساعدك بزاف، خدمي هذا اللقاط يساعدك بزاف، خدمي فقط به. جبدته دوك كي جبدته شوفوا لازم تبقى كيما هكا، لازم هكا راه مخلف هاد البياسه. هنا غادي تلقي واحد الكروشي راه ما يبانش هنايا، راه لداخل، هذا دخلي فيه الخيط باش يجي بسهوله تجبدوا الماكينه. شوفوا نبينها لكم بالك يبان. ها راه وينه، هذا هو الكروشي، ها ولا راني مدخله فيه انايا الخيط، راني دايرته تحت هذا. كاين اذا درتيه فوقه الخيط راح يتقطع لك 2 ضربات ويتقطع، لازم يجي هنا هذا الكروشي. دروك خلاص منا غادي انا شندير هنا، غادي نهود هنا وندخلو منا هنا. خلاص هنا راها حاجه سهله، ندخلو منا ونجبدو
ونرجع ندخلو في الثقبه. شوفوا دائما في الكروشي دايرين هنا واحد الاتجاه، شوفوا منا تلقوها بلا، راكم تشوفوا ها ولا الكروشي راه بلا، يعني ماهوش هذا مرور تاع الخيط. وكي تجيو منا تشوفوا الكروشي راه عنده هذا المسار، هذا الخط اللي راه هنايا، هذا هنا باش تعرفوا باللي الخيط يدخل فيه دا ويخرج من الثقبه هنايا الفوقانيه، يعني عندها اثنين، عندها هذه الثقبه وهذه الثقبه، تخرجيه منا وتدخليه في هذه الثقبه هنا. خلاص ها وين البنات، شوفوا دخلتو منا من الخلف وجبدتو من الامام ورجعت طلعتو في الثقبه الفوقانيه. كي تجبدي خلاص هنا الخيط راه دخل في المسار نتاعه. الى هنا شوفوا كيفاش ركبنا الخيط، كل واحد راه في الاتجاه نتاعه. هذا فقط، هذا عنده مسارين سهلين بصح فقط في هذه النقطة وخلاص. إلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الدرس. اشتراك وتفعيل زر الجرس باش إن شاء الله في الدروس المقبلة راح يوصلوك كل أعطال وتصليحات هذه الماكينة. إلى هنا، إلى اللقاء.